السلام عليكم، أهلا وسهلا فيكم بقناة وصفات علا الحاج. اليوم إن شاء الله حنشتغل مع بعض سلطة الذرة بالمايونيز. حتطلع معاكي تحفة زي المطاعم، أطيب كمان. نبدأ بسم الله. بحتاج ل3 كوب ذرة مسلوقة، وبدي المكونات التانية بكميات قليلة: مخلل خيار، جزر مبشور، شبت مقطع، وفلفلة خضرة مقطعة. وبدي صوص المايونيز، بحتاج له مايونيز وخل، لبن شمينة أو لبن عالي الدسم أو سوار كريم، كله بيمشي. بدي توم بودرة وفلفل أبيض. بضيف كوب من المايونيز، بضيف له 3 معالق لبن، رشة من الفلفل الأبيض، معلقة كبيرة خل، نص معلقة صغيرة من التوم البودرة، ملح، ومعلقة صغيرة سكر. بخلط الصوص كتير منيح. تمام هيك. الآن بضيف الذرة، بضيف عليها المكونات التانية بالكميات اللي حسب رغبتك، بس الفكرة انه تعطي لون وطعم. تمام هيك، كلهم ضفتهم، بخلطهم وبضيف عليهم صوص المايونيز. مهم جدا بسلطات المايونيز انك تعمليها قبل بوقت، يعني لو حتى قبل بيوم افضل. اتركها بالثلاجة وبقدمها. حياكم الله.